ودي تعتبر نصيحه وعاده صحيه انا كمان بحاول احافظ عليها، هي بهدوء، اني احاول اعود نفسي على بالراحه. موضوع ان انت بتعملي حاجات بالراحه ده بيهدي جهازك العصبي، بيقلل الاسترس، وبيخليك تستمتعي بالحاجه اللي انت بتعمليها. تخيلي كده بتاكلي بسرعه، لا استمتعتي بالاكل وحسيتي انك بتجري ورا نفسك، فبلاش نلبس بسرعه، ننزل بسرعه، نجري بسرعه، نعمل كل حاجه كده بالراحه. عارفه يومنا طويل وقتنا ضيق، بس ننظم الوقت شويه. تاني حاجه بصراحه بتفرق معايا قوي التمرين. يعني انا من الناس اللي لما بتمرن اولا هو مود ستابلايزر، فبيظبط مودي كده وابدا اتعامل بقى مع اليوم. تاني حاجه شيبنج من غير ما تعملي حاجه، شويه شويه لما بتبقي خلاص فت في التمرين والبرفورمانس كويس، بتبداي شكل جسمك فعلا يبقى احسن. وكمان حاجه عندي مرتبطه بالتمرين، الاكل. انا لما التمرين فعلا بيظبط بحس ان من غير مجهود الاكل بيظبط. كمان من العادات المنسيه النوم، احنا دايما بنيجي على حساب النوم. النوم هو الضحيه، يعني انت عايزه تسهري مع اصحابك مع قرايبك تيجي على حساب النوم، عايزه تسهري تذاكري النوم، فدايما النوم هو اللي بنيجي عليه. وعلى فكره بياخد من طاقتنا وصحتنا